بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ما لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين في كل مكان. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ ده فيديو جديد يا جماعة على القناة، ان شاء الله تكونوا بخير، منورينا والله يا جماعة. ان شاء الله الفيديو نال اعجابكم باذن الله. ده فيديو عن الفراخ البلد البياض يا جماعة، او الفروج، احنا هنا نقول على ده فروج الابيض. اللهم بارك كده. احنا حطينا للاكل بتاعه دي غلة يا جماعة مدشوشة، او احنا هي تقول عليه دي شيشة، احنا غلة ده ندشوها وعنوكلوها ليه. مفيدة يا جماعة وحلوة والله وكويسة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام، هم خايفين، هم مش متعودين على الكاميرا وزي كده. تمام، اللهم بارك. ربنا بارك لنا فيه يا رب وخليه لينا. ده الفراخ البلد يا جماعة، وده أكله. ده الأكل بتاعه، ده الدشيش هنحطه ليه كويس. الغلة احنا عندنا هنا دي غلة برا نزرعوها ونأكلوا منيها للطيور والبهايم أعزكم الله. فيعني حاجة الواحد يستفاد منيها من زرع أرضه ومن غير أرضه. اللهم بارك. ده الديوك يا جماعة، الضلعات لما كانش عندي ديوك زي ما قلت لكم، كان ديك الكبير ميت، فالحمد لله ربنا كرمنا وجبنا ديوك تاني. ده الفروج يا جماعة، اللهم بارك، يعني ربنا بارك لنا فيه، هن اللي أبضلنا وهن اللي الحمد لله مخلينا مستكفين عن ان احنا نشتروا البيض الغالي ده يا جماعة والله. يعني الواحد نصيحة لوجه الله، اللي عنده مكان ربي له فرختين او فرشتين بلدي كده جنبه ياكل بيض منيهن ده الحمد لله على كده. تمام، اللهم بارك. والواحد يهتم بالحاجة يا جماعة، أكلوها كويس وشربوها كويس، اهتموا بيها كأنها يعني فرد صح من أفراد البيت. يعني ما الواحد ما يعملش فيها، ما يهملش فيها. اللهم بارك. دي المية بتاعتهم يا جماعة، المية دي حلبة وحبة البركة اللي هي الحبة السوداء وشيح، يعني غلوهم مع بعضهم كل على بعض كده ونحطوا لي دي دام بقى للبيض لأي حاجة، ومنيها تدفئة لأن الجو الخريف اللي احنا فيه ده مش كويس. فانتوا زودوا من الحاجات البيتية كأنها تعملوا لأولادكم وتعملوا لنفسكم في البيت سوايل، يعني الواحد يهتم بيه عشان ربنا يبارك لنا ايه فيهن بإذن الله. ده اللهم بارك في شوية ديوك هنا صغيرة دول فيومي ده، الوحيدة اللي طلعت فروجة فيوم هنا وواحدة فوق. فالحمد لله يعني احنا فيوم ربنا قبل كده ما كانش لينا نصيب فيه، ماتن كلهم مننا بعد ما بشرنا بالبيض وفتحنا بالبيض ماتن. فهذا بسم الله ما شاء الله، يعني كل ده بلد يا جماعة. احنا هنا البلد متعود على طقسنا ومتعود على الجو الحار الجو البرد بتاعنا، فأعيش الحمد لله معاه. الديك ده رقاد يا جماعة الأحمر ده طلع لي من تحت البحة، كانت الطليعة اللي قبل اللي أنا وريتها لكم الصغير ده. فاللهم بارك، ربنا بارك لنا فيه إن شاء الله هو وفات. فالواحد الديك يا جماعة مهم، الناس اللي هتربي فروج، أنا ما ينفعش نربي فروج هنا من غير ديك. تحسوا بيضة مش هيبقى كتير، مش هينفع كويس. ما احنا هنا تعودنا لازم يبقى في ديك ورا الفروج لازم. اللهم صل على سيدنا محمد. خدت منها بقى بيض، عملتي له رقتي تحت بحة، تحت وزاية، تحت اي حاجة، فانت تستفاد بيها. ما خدتيش يديك عيط في البيت وحلو، حاجة حلوة خالص والله يا جماعة، وفي نفس الوقت تحسوها خلي الفروج بيت. اللهم بارك، ربنا بارك لنا فيهن والله يا جماعة. الواحد لما جاتنا الشوطة دي والتعبة وذبحنا أغلبيتها، واللي مات الواحد يزعل، يعني ما عنديش حاجة في البيت. فالخير حلو والرزق حلو وربنا بارك لكم. يعني نصيحة لوجه الله، اللي عنده مكان الفراخ، يعني الفروج ده مش هياخد أكلة مش زي البط ولا زي الوز ولا زي الحاجات دي، فربوه يعني حلو وقتها ياخد منه إنتاج. بس دي أكلوه واهتموا بأكله، يعني حطوا له خلطات وحطوا له أكل كويس وحطوا له الغلة. احنا هنا نجيبوا غلة بر وغلة قيد يا جماعة، ندوا الفروج غلة قيد عشان بيض. احنا هنا متعودين على كده وربيتنا كده، احنا ندوا الفروج غلة بيض قيد عشان يجيب لنا إنتاج بيض كويس. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. ودوها الفروجة تشرب من الخلطة، احنا معودينهم عليها، يعني ده شيح على حبة البركة على شوية حلبة. تمام على كده، اللهم بارك. يعني حاجة كويسة وحاجة للديدان وحاجة للبيض وحاجة لصحتهن والنفس.
وطبعا الواحد احنا اكل البيت هنا البصل الثوم الطماطم اي حاجة نرموها ليهن، اي حاجة نقعدوا شغالين عليها نرموها ليهن، فياكلن كل الوقت الحمد لله كويس. واحنا حاليا نزرعوا لهم برسيم، باذن الله لما يطلع في الارض حنصور لكم مقطع صغير كده حنوري لكم شويه. يعني هي حته ارض مش كبيره قوف، احنا بقى نستغلوها للايه للطيور. اللهم بارك، يعني ربنا بارك لنا. الفروجات اشرب حلوه خالص والله يا جماعه الخلطه دي. اهتموا بالفروج بتاعكم، اي حاجه بالبط زي ما تشوفونا. والله الواحد اهدى في مكانه، ده فوق وتحت، فنقعد نطلع وننزله. اللهم بارك، ربنا بارك لنا. وحنزرع لنا شويه برسيم شويه خضره كده عشان ايه اجي الشتا والطيور عموما تحب الخضره، عموما سواء كبيره او صغيره تحب الخضره. فربنا بارك لنا ان شاء الله فيهن، وبارك لكم في كل حاجه ربنا بعتها لكم ان شاء الله، في رزقكم وفي اولادكم يا رب. يا جماعه الرجاء الاشتراك في القناه يا جماعه، ده فضلا وليس امرا، تكرما منكم باذن الله. يعني كده ان شاء الله القناه تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. يعني اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وان شاء الله اي فيديو هنعمله حينزل لكم وحتلقوه عندكم باذن الله. ده يا جماعه الفروج عندنا احنا هنا نقولوا الفروج، محدش يقولنا فراخ، يعني مش هنقولوا فراخ، ده فروج. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا والله يا جماعه جبنا لنا شويه كتاكيت والحمد لله ما كانش لينا نصيب فيهم بعد ما كبرن، يعني مات لله الحمد. اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله الحمد لله. الأرض بعيدة من الأولاد وبعيدة من أهل البيت، الحمد لله عليك يا رب. فكنا هنجيبه، فلقينا شوية الدنيا برد عندنا احنا هنا يا جماعة، البرد يجي بسرعة خالص والله. يعني احنا الدنيا هنا باردة، ندفوا على قد ما نقدر، وهنعملوا بيوت للطيور وحاجات وتدفئة، نظام تدفئة عشان خاطر هي الدنيا برد عندنا هنا ومكشوفة، يعني مش زروع بقى وقصب وهنا، فكل ده أجيب ايه الندى بتاع الصبح ده يرمي صقع خالص والله علينا. اللهم صل على سيدنا محمد. والحمد لله البح طلع لنا بإذن الله، ربنا بارك لنا فيهم، فقلنا الحمد لله بلاش نجيبوا لنا كتاكيت، خليه لما الدنيا يتدفى شوي. اللهم صل على سيدنا محمد. فبإذن الله كده لما الدنيا تدفى حنجيبوا كتاكيت مع بعضنا. واحنا والله يا جماعة هنا نعتمدوا على ان الفروجة بيض واكون معاك ديك، فانت هترقدي تحت لنا، مش هنعتمدوا على ان انت تشتري على طول كتاكيت. بس ما كانش عندنا ديك، وفي ناس مش هيبقى عندها اصلا فروج في الوقت ده، كل واحد وظروفه. فاحنا هنعتمدوا اعتماد كلي طبعا. والرقد والله يا جماعة افضل 100 مرة من ان انت تروح تشتري حاجة زي كده فعلا. يعني الواحد يرقد تحت البحة او تحت اي حاجة عندك، هو في فروج يعني بعد ما اجمع بيض اروح يرقد عليه. انا عمري ما ربنا كرمني بحاجة زي كده، بس الحمد لله عندي بحة بيض يعني ويرقد. فانا هناخد البيض باذن الله كده وحنرقده. ديك طبعا ده يا جماعة رقاد بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه، ربنا بارك لنا فيه. فانا عشان كده مخليها، يعني ده الباقي كله هيتذبح ان شاء الله، مش هنخلي مديوك الباقي دي كله. انا احب البلد وتعودنا على البلد وتعودنا على تربية الحاجة اللي تحت ايدك، انت مربيها تحت ايدك. شايفين يا جماعة الشرب فروج احبها والله، وحاجة حلوة وتحسيها طعمها حلو، يعني زي ما انت تشربي لك كوباية ياسون كده او كوباية حاجة حلوة تدفيكي وتلقى طعمها حلو. تمام يا جماعة، ده اكل الطيور، حاجات بسيطة وبواقي البيت، مش لازم يعني كل أكلة تبقى دشيش أو غلة أو علفة. لا، اعتمدي على ان انت بواقي الأكل بتاعت البيت تستفادي بيها وأكلها لطيورك، فانت هتستفادي وحتلقي إنتاج منها كويس. فإن شاء الله ربنا بارك لنا فيهن. طبعا احنا دلوقتي ايه لسه ما بدنش، احنا لسه الصبح دلوقتي، لما طلعناهنش في الحوش لأن الدنيا لسه ساقعة شوية عليهن لما الشمس تطلع هنا، فلسه ما بدنش. ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله نوريكم انتاج البيض بتاعه. ورزق والله يا جماعه، ممكن يكون عندك 10 فروجات يبيضن 2 يبيضن 3، بس انت اشتغل عليهن وانها بيضا يعني، وارزاق ربنا مقسمها. اليوم حتلقى فيه ويوم ما فيش، ويوم فيه كتير ويوم فيه قليل، ده ارزاق الواحد اللي يرضى ربنا ازيده. فربنا بارك لنا وخلينا من الراضين والحامدين والشاكرين، اللهم امين يا رب، اللهم امين. رجاء الاشتراك يا جماعه في القناه، اشتركوا في القناة كده وفعلوا لنا الجرس ولايكات كده، ده فضلا وليس أمرا طبعا. ربنا بارك لكم، اللهم آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على النبي يا جماعة، واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا جماعة الديك خايف طبعا من الكاميرا، مش متعود عليها. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله.
دي فروجة بلد يا جماعة، في ناس كتيرة تجي. فلو كنت أنا نجعلها بياضة. دي بلدي ليها كذا سنة والله، عندنا كبيرة يعني مش صغيرة. ربنا يبارك لنا فيهن بإذن الله. ده يا جماعة فيديو عن الفروج البلدي أو الفراخ البلدي البياضة، فيديو خفيف كده. اهتموا بطيوركم، اهتموا بأي حاجة ربنا كرمكم بيها عشان ربنا يبارك لكم فيها. سواء بقى جبتي بطيتين حطيتين عندك في مكان، جبتي فرختين، جبتي أي حاجة اهتم بيهن. مادام عندك مكان هاتي، وربنا حبارك وحوسع عليك إن شاء الله بإذن الله. اللهم آمين يا رب العالمين. بس يا جماعة إن شاء الله بإذن الله الفيديو نال إعجابكم، وكون كده عند حسن ظنكم. وبإذن الله ده فيديوهات، هنعمل فيديوهات كتيرة إن شاء الله عنه. وبإذن الله هنوريكم الفيديو الجاي عن البيض بتاعه وإنتاج البيض بتاعه. بس اهتموا بأكله واهتموا بشربه، وحطوا له الخلطة دي زي ما قلت لكم. وادي ادي الباقي الحاجات دي هنحطوها ليه، اللي هي حبة البركة والشيح والحلبة. تمام، هنحطوها ليه على الأكل. أنا هنحطها ليه طبعا على الأكل بعد ما عشان هو مش راضي يسكت وخايف. تمام، فهنحطوها ليه على الأكل على الغلة دي، فهو ياكلها وحلوة خالص. وهي اتغلت طبعا فتبقى فيها نسبة مية. فربنا يبارك لنا ان شاء الله يا جماعه. حطوا يعني حطوا خميره حلوه خالص والله. يعني جيبوا خميره، احنا هنا العيش زي ما وريناكم العيش الشمسي، فاي بقى شويه خميره معانا هنحطوها ليه. الخميره حلوه خالص. حطوا لها شويه شطه. نحطوا حاجات من البيت والله يا جماعه يعلم ربنا. الواحد اللي عايز يربي يربي الحاجه ويهتم بيها، وان شاء الله ربنا يبارك لنا فيها باذن الله. ان شاء الله الفيديو نال اعجابكم ونال رضاكم، يكون عند حسن ظنكم باذن الله. وإن شاء الله تشتركوا في القناة وتفرحونا وتسعدونا باشتراكاتكم وتعليقاتكم الحلوة. ولو أي فيديو عايزين نعملوه في أي وقت، يا ريت تبعتونا وإحنا نعملوه إن شاء الله. وحنعمل لكم فيديوهات تانية عن البح بإذن الله. ومعنا بح تاني بإذن الله حبيب، حنوريكم إزاي تأكلوه كويس عشان خاطر يبدلكم إنتاجه كويس، ويرقد على البيض يبقى كويس، ويطلع فيه البيض بإذن الله يبقى فيه تخصيب يبقى كويس. فان شاء الله اشتركوا في القناة، وهنعملوا فيديوهات حلوة مع بعضنا، وان شاء الله تنال اعجابكم وتنال رضاكم. اذكروا الله وصلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.